مواقف من حياة السلف. وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنيئا لكم العيد، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم وغفر ذنبنا وذنبكم، وتقبل الله عز وجل الصيام والقيام وإطعام الطعام وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قبلهم في هذا الشهر الكريم. أيها الأحباب، كان السلف الصالح يستقبلون العيد بفرح ويستقبلونه لينتقلوا من عبادة إلى عبادة. ولذلك قيل لبشر الحافي، قيل له: إن أناس عرفوا الله في رمضان فعبدوا واجتهدوا في الأعمال، فإذا ذهب رمضان انقطعوا. قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. أما أنتم أيها الأحباب، لا شك أنكم تعرفون الله في رمضان وفي غير رمضان. قال عز وجل: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى. ونحن أعيادنا أيضا طاعة، حتى الفرح فيها وصلة الأرحام وإدخال السرور على الأقارب وعلى المسلمين فيما بينهم والتهاني، كل ذلك عبادة لله عز وجل. هذا هو ديننا، هذه هي عبادتنا لله عز وجل. فالأعياد بالنسبة لنا عبادة ليس فيها معصية، ليس فيها كما هي أعياد اليهود والنصارى خمور ومعازف وما إلى ذلك من اللهو المحرم. عندنا لهو لكنه لهو مباح، وهو إدخال السرور والتهاني ولبس الجديد والتسني بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد إلا أن أقول: لقد عشنا 30 يوما نحن معكم هنا عبر هذه القناة التي هي قناتكم في مواقف من حياة السلف. كل ما ذكرناه من تلك المواقف هي خلاصة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صفاته. يعني نحن لا نستطيع أن نؤدي أو نشرح كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون قد تعلمنا بما نستفيد منه في بقية أعمارنا، لأننا قد ربما لا ندرك رمضان القادم، والله أعلم. فختاما أيضا أبارك لكم هذا العيد السعيد، وإلى برامج أخرى إن شاء الله ومواعظ أخرى، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين.